مجامر. مجامر ولا مو مجامر؟ شوفوا لي هاللون ما احلاه. روح بعدين بعدين. تحفه تحفه تحفه. الله يسعد لي اوقاتكم كل خير حبايبنا، ورمضان كريم عليكم. وهذا الفيديو الثاني اليوم لشهر رمضان المبارك، وكمان سريع. نحن حنختصر، نحاول نطلع اكثر فيديوهات بتنقذك انه انت متاخره بتسوي الفطور ولا شيء. المجامر نحن عاملينها قبل هلا، بس هلا انا بدي اعملها بطريقه اني اعملها قرص واحد على صينيه واحده، كاني عم بعمل صينيه بيتزا. شوفوا لي الشوفه هيك. اذا مهتمين بالموضوع تابعونا لحتى نرجيكم المجامر اليبروديه او القلمونيه كيف بتصير باسرع وقت. نحن عاملينها قراص تقليديه. اختي ام محمد يعني سامحينا، يعني عملنا قرص كبير، بس هي للملحوق شوي على الفطور. نلتقي معكم المقادير طريقه التحضير. هلا اخواني، اول شيء بدي اعجن العجينه تبعي، تمام، مشان ترتاح لبين ما تبل الحشوه. بحتاج انا حليب بودره، سكر خشن عادي، ربع معلقه ملح نزلهم. ممكن نستغني عن حليب البودره بالحليب السائل كمان. هون بيض اختياري، بحط بيضه واحده لهي الكميه، 400 جرام انا عندي. بعدين بحط لكم كل الوصف بصندوق كل المقادير بصندوق الوصف. بنقلب شوي هيك، تمام. ممكن انا انعمها اخر شيء بزيت او بزبده، يعني يا زيت يا زبده. انا جايب زبده اليوم. هلا في عندي خميره الفوريه. قلت انا هي العجينه خميره عجين. اذا ما التقيت هي الخميره اخواتي مو ضروري من هي، يعني بنحط خميره فوريه عاديه، يعني مو ضروري من هي الخميره. بس اليوم انا طقيت على بالي المجامر هي، مع انه متاخر بالشغل، متاخر على الدوام، متاخر على الطلبيات، بس حان لا يبرود شكلي. نعمل هيك وننزل الميات رويدا رويدا. بتشكل عندي عجينه لا طريه ولا جامده، تشبه عجينه البيتزا. بعد ما لمت معي هون ممكن ننزلها على الرخامه، ادعكها اريح لي. انا هذا الفطور عامله لشخصين. اخذت 400 جرام بس طحين. هاي زبده، بدي احط شويه زبده هيك، افركهم على الرخامه اول شيء مشان يطروا، بعدين بلمهم من على الرخامه احسن عشان ما يخرزن. المي كل طحين بياخذ عيار مي، مو شرط انه المي يكون عيار واحد يعني. ندعكها هيك شغلة 5 دقايق لتنعم، وبين مع جنب خليها تريح، ونبلش بالحشوة اللي بدي اعملها للمجامر. هيك حبايبنا عجينتي جاهزة، بدي اتركها ترتاح. بين ما ترتاح بكون انا عملت الحشوة. ننتقل معكم لخطوات الحشوة ان شاء الله. هاي مثل ما حكينا حبايبنا، بين ما يصير عندي العجين جاهز يخمر، بدي اجهز الحشوة. حاعملها قطعة واحدة. أنا المجامر حاعمل يعني استبيحكم عذرا أهل يبرود، حنعدل شوي على المجامر قال تكون مجامر مطورة. عندي نص كيلو هبرة، نص كيلو بصل، وقدهم بندورة بفرمها على الخلاط، تمام. ولا أسهل من هيك ولا أحلى من هيك ولا أجمل من هيك. عندي البيض اختياري، حبيت حط حبيت ما حط كمان، ما حدا بيجبرنا عليه. البيض بيعطيها تماسك. من اصل الوصفه البيض لازم يكون فيها بيض، بس في ناس عندها حساسيه ممكن نستغني عنه. هذا النص بنص بدون 3 حبات بيض. نعمل هيك. لحمه مدهنه افضل طبعا، وطبعا بدي اضيف عليهم ملح حسب الرغبه، وبهارات مشكره، واضربهم ضربا مبرحا لحتى يصيروا كلياتهم نسق واحد وروح واحد، روح واحدة، نسق واحد روح واحدة. ايوه هي تعمل لهم دعكة كلهم مع بعض.
هاي البهارات اللي بتحبوه تحطوا لها اياها، يعني مو ضروري بهارات مشكلة او 7 بهارات او شيء. ملح فلفل على الحل بكفي، بدكم حسب طيابة اللحم اللي عندكم يعني، وقابليتكم لموضوع البهارات. في ناس ما عندها تقبل للبهارات كثير. شايفين هلا هي قديش طرية؟ البيض اللي حطيناه بيسحب هاي الطراوة كلياتها. ضربتها بالخلاط المضرب، قوامها صار جاهز. هلا بتجيب العجينة تبعي بالصينية ومدها فيهم ان شاء الله. هلا اخواني بجيب عجينتي اللي ارتاحت، اعطي شوي طحين، بسم الله، كمان طحين على الوش. بسم الله الرحمن الرحيم. روايح البصل مع اللحم يا اخي بتتجانس بشكل مو طبيعي قد ما بتطلع هيك شيء طيب، الريحه طيبه يعني. هون حبايبنا خليتها سميكه شوي، تمام؟ يعني شغله 3 ميلي بخليها ما بدققها كثير، مشان انا احس يعني اني عم باكل يعني في عجينه، يعني ما يكون واحد هيك خفيفه بس كانه عم ياكل لحم. تمام. بدهن صينيتي بالزيت شوي، انا بدي اشتغلها على هاي الصينيه، بدهنها زيت وبمد عليها الصينيه. شايفين دهنة زيت كتير خفيفة، مو دهنة زيت يعني اني غرقتها بالزيت. اخذ عجينة ونفرده، بس ما بدي افرده بالصينية بس فرد، بدي اطلع على الحراف عشان اخذ شكل قرص المجامر. بقيم الحراف، بتركها ترتاح شوي هيك حبايبنا. بعد ما ريحناها تقريبا شي 10 دقائق برجع كمان بجيب يا اما شوكة او مدرج مثل هذا اذا متوفر، بعمل لها هيك بس مشان ما تنفخ بالفرن، يعني بحط لها كم خرم مشان ما تنفخ معي بالفرن. نحط كمية حشوة مناسبة للعجينة، ممكن اذا حبيتوا تزينوها بطرنشات فليفلة او شيء كمان بصير من على الوش هيك مشان تصير قد بعض. كمان بدي ريحها لحتى تختمر شغلة 10 دقائق ربع ساعة، وبناخذها على الفرن على حرارة 160. نحط الفليفلة نتركها ترتاح حبايبنا، وبنجهز فرن على حرارة 160 ترتاح لها تقريبا ربع ساعة وعلى الفرن، ونرجيكم النتيجة النهائية إن شاء الله. تاخذ لها تقريبا من 15 ل 17 دقيقة بالفرن. حبايبنا بعد ما ارتاحت عندي أنا العجينة حطيتها بالفرن بدرجة حرارة 165، عيرت لها 25 دقيقة لشوف قديش بتاخذ من الوقت. وهي حبايبنا بعد 26 دقيقة بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بدي افحص من تحت شوف اللون، هي نشفت، اللحمة استوت تماما واللون بجنن، واللحمة مستوية. لازم تضل هيك فيها طراوة عادي لأنه هي فيها بصل وفيها بندورة. بناخذها على الخامة وبننتقل معكم للمرحلة الثانية. هي بعد ما طلعناها من الفرن بدي هيك بسم الله شو يعني ايام سوري ماما واختي وكل شيء باردة انه نحن كبرنا قرص المجامر. هلا عندي الخطوة الأخيرة هي شو؟ دبس الرمان. أعمل لها هيك تعطيه طعمة ولا أروع من هيك. الروايح يا جماعة ما أخبركم عنها، شيء خرافي. وعلى جوع هلا نحن جوعانين نحن اثنين أنا والمعلم رامي، لأنه قد صار له يمكن ساعة وما فطرنا. نتركها تهدى شوي وبنقصها. وهي بعد ما هديت شوي حبايبنا قطعها. بسم الله. هيك ناخذ منها شقفة. مجامر ولا مو مجامر؟ شوفوا لي هاللون ما احلى، لون ولا اروع من هيك، قوام واستواء، وبنفس الوقت سرعت لي الموضوع
تبع ايش؟ اذا عندي وقت انا يعني راح علي شيء وكنت مضغوطه، نقول هيك بسم الله وجاك الرامي اللي ما فطر لهلا بفطر له انا. بسم الله الرحمن الرحيم. روح بعدين بنكمل بعدين. والله العظيم انه تحفه 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 تحفه، ولا اطيب من هيك. واخر شيء دبس الرمان اعطاها نكهه رهيبه بتجنن. اذا عجبتكم هالوصفات والطرق المختصره اعطونا اكتبوا لنا بالتعليقات لحتى نكتب لكم اسرع وصفات ممكن نعملوها برمضان، وربي يعيننا وياكم على الصيام والقيام وصالح الاعمال، ونكون نحن متفضين مو بس للاكل والشرب والحلويات، كمان للعباده. كان معكم الشيف فراس مطبخ حلويات شاميه بالحلقه الثانيه من سلسله رمضان. دعونا ان شاء الله نضل بهالهمه ويضل عندنا وقت انه ننزل لكم وصفات، ولا تنسونا من دعائكم والدعاء لست الوالده والوالد كل مريض، والضغط على زر الجرس والاشتراك بالقناه. سلام.